ب 5000 ب 4900 ب 4800. ففي ناس مخفضينه 20 جنيه وناس مخفضينه 70 جنيه وناس يعني لما تبقى الحاجه ثمنها 5000 جنيه لما تخفض 20 و80 جنيه، هو ده التخفيض؟ هل ده هيفرق في الحديد دوت الاساس اللي بتتبني بيه الشركه، اللي بتبني بيه العماره، اللي بتبني بيه الشقه كده. طب يعني هيفرق ايه في الاسعار؟ مش هيفرق حاجه، ما عملناش حاجه. ودي اسعار مش عارفين مدى تطبيقها امتى، اتطبقت ما اتطبقتش، يعني اهو كلام. بس الارقام عموما اللي قدامي ارقام ما هياش، يعني مثلا هقول لكم مجموعه شركات فلان خفضت 20 جنيه في الطن، حيث اعلنت عن 5140 جنيه لسعر طن الحديد. ده كلام يا جدعان؟ 5140 جنيه اخفض فيهم 20 جنيه؟ ايه ده، بتهزروا؟ وبعدين شركة كذا خفضت 150 جنيه. يا راجل يا طيب، يعني وبلغ سعر منتجها 5000 جنيه. وشركة كذا خفضت 50 جنيه اللي هو بكام؟ ب 5200 جنيه. وبورسعيد خفضت بنحو 40 جنيه. يا جدعان بتهزروا؟ اللي هو منتجها ب 5180 جنيه. لا، مش ده التخفيض اللي احنا عايزينه، مش ده التخفيض اللي يترك اثر في حياه الناس. احنا عايزين تخفيض يترك اثر. يعني ايه يترك اثر؟ هو الحديد ماله امال الناس؟ لا، ليه ماله طبعا. امال اللي بيتجوز بيعملوا مشاريع وبيعملوا شقق وبيعملوا حاجات، يعملوها منين؟ بالحديد والاسمنت والرمل والزلط. يبقى الحديد مكون اساسي في الشقه اللي الواحد بيسكنها، يبقى بالتالي مكون اساسي في سعر الشقه. اتكلفت حديد بكذا، بيتحط ده على سعر الشقه، على المكاسب العظيمه الهائله اللي بياخدوها، بيبقى في الاخر السعر. فبالتالي لما ينزل طن الحديد ينزل طن الاسمنت، على طول هتنزل عربيه الرمل، على طول هتنزل عربيه الزلط. ده في الاخر يعمل لي رقم يقلل لي سعر الشقه. هل اسعار الشقه بتقل؟ هل اسعار الشقق بتقل؟ على فكره ده يقلل لك كمان الايجار. ليه بقى؟ لان اللي بيبني عماره بيكلفها مليون جنيه، لو خفضنا الاسعار هيكلفها 900,000، فيبقى هو عايز منها ايراد كذا، فممكن يخفض ايجارك في الشهر. ده لو الناس بتفكر بضمير، انما لا، محدش يعني الا من رحم ربي. تعالوا بقى اخر خبر بسرعه عشان ما عندناش وقت النهارده، عندنا الوقت سريع وعندنا زياره عملوها زمايلي لمحافظه الغردقه. والنهارده عندنا لقاء مهم جدا مع الدكتور المفكر والعالم الجليل الدكتور محمد غنيم، دايما بيشرفنا وبيسعدنا بآرائه المهمه جدا. هتسمعوا منه كلام مهم جدا في هذه الفتره الحساسه من تاريخنا. تتجمل الصحه من اجل محلب وزارة الصحة. كان في جهاز أشعة مقطعية في مستشفى في الغردقة، مستشفى الكبيرة بتاعت الغردقة العام يعني، ولسه ما اشتغلش. صدر قرار من وزير الصحة حسب الكلام اللي بتقوله الأهرام، برضو الأهرام مش بقول أي حاجة، إنه صدر قرار من وزير الصحة إنه يشيل الجهاز ده